سو لساني ما رجعت، جبت اغراض للبيت وجبت ورد كتير كبير هيك انه للبيت، يعني بدي اغير عن نفسيتي، فبحس الورد هيك بغير لي نفسيتي صراحة. انه بحس انه مثل ضيف اجى لعنا على البيت. بس عم فكر اعطيه لولو صراحة، لولو اليوم عنا زيارة فانه هيك اكرام الضيف بيقولوا له. بس راجعة على البيت هلا، رح ادرس مثل ما قلت لكم. قد ما درست منيح صراحة بحس، واوريدي انا بالليل بدي ادرس كمان، الامور تمام. اوكي سو لساني ما رجعت، جبت اغراض للبيت وجبت ورد كتير كبير هيك انه للبيت، يعني بدي اغير عن نفسيتي، فبحس الورد هيك بغير لي نفسيتي صراحة. انه بحس انه مثل ضيف اجى لعنا على البيت. بس عم فكر اعطيه لولو صراحة، لولو اليوم عنا زيارة فانه هيك اكرام الضيف بيقولوا له. بس راجعة على البيت هلا، رح ادرس مثل ما قلت لكم. قد ما درست منيح صراحة بحس، واوريدي انا بالليل بدي ادرس كمان، الامور تمام. بدي احكي لكم قصة صارت معي قبل ما اطلع. كنت عند صاحبة محل ورد، وعم انقي ورد وهيك محتارة، وعم اطلع يمين يسار. فحكت لي انت من وين؟ قلت لها من سوريا. فقالت لي انه انت طالعة مثل البرنسس. فانه انا استحيت، فشوفوني عن جد طالعة برنسس يعني. قالت لي انه هيك فايب التنورة وهيك، قالت لي طالعة مثل البرنسس. قلت لها ثانك يو. حلو صح؟ كثير حلوة التنورة، رجعت لبستها اليوم ما قدرت استحمل صراحة. التنورة كثير حلوة، انا ما بعرف ليش بترك الملابس هيك معلقة.